عايزاكِ تحفظي الفيديو ده عندِك عشان هاقول لِك فيه إزاي تتبّلي البانيه وتجهّزيه وتشيليه في الفريزر على التسوية على طول، ولمّا تطلّعيه ما يبقاش لازق كده في بعضه، ولمّا تقليه كمان الطبقة بتاعته تكون ثابتة معاكِ ما بتفُكِّش بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. كل التفاصيل دي هتعرفيها في الفيديو ده، فاحفظيه عندِك ويالّا بينا نبدأ على طول. أول حاجة لمّا تيجي تتبّلي البانيه تبّليه في مَيّة بصل، ما تحطّيش البصل بتفله لإن وجود التفل في التتبيلة ده بيكون سبب في إن الطبقة تفُك. أنا هنا كنت ضايفة للبانيه مَيّة بصل فقط وعليها كمان ملح وفلفل أسود ودي أبسط التتبيلات، حابة أنتِ تضيفي مستردة، حابة تضيفي أي حاجة تانية من التوابل فبراحتك. تاني حاجة مهمة إنِّك لمّا تطلّعيه بعد ما تسيبيه في التتبيلة شوية، تسيبيه يصفّي كل مَيّة البصل اللي فيه. وده لأن برضه السوائل الزيادة اللي بيشربها البانيه لما بيجي يطردها أثناء التسوية دي بتكون سبب في إن القشرة تفك. الخطوة اللي بعد كده هضيف 3 بيضات وهحط عليهم نص معلقة من الفلفل الأسود علشان الزفارة وهرب البيض كويس عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات وهنزل فيه بكمية البانيه اللي عندي. أنا كنت هنا عاملة 2 كيلو من البانيه فمش معقولة إن أنا هفضل أحط كل قطعة في البيض الأول وبعدين أنقلها للبقسماط، فأنا هنا هحط كل كمية البانيه مع بعض وهقلبها كويس في البيض. وهنا الموضوع مش كتر بيض وخلاص، أنا بالنسبة لي 3 بيضات كانوا كافيين جدا لل2 كيلو، ممكن معاكِ لحد 4 بيضات لو البيض بتاعِك صغير. ودي تالت نقطة علشان تحافظي على البقسماط معاكِ يكون نضيف وما يكتّلش معاكِ، لإن الكُتل دي بتكون سبب برضه في إن الطبقة تفُك من على البانيه. الخطوة اللي بعد كده وهي إن أنا هاضيف كوبايتين من البقسماط الناعم وعليهم كوباية من الفيجيتار، ممكن تستغني عن الفيجيتار وتضيفي ملح وفلفل أسود أو أي توابل تانية تكوني بتفضّليها وتقلّبيها مع البقسماط. هابدأ بعد كده آخد البانيه من البيض وأدفنه في البقسماط كويس جدًا وأغلّفه بيه، وأضغط عليها كويس جدًا بالمعلقة زي ما أنتِ شايفة كده. وممكن الخطوة دي تعمليها بإيدِك وتضغطي زي ما أنا باوريكِ كده. الضغط على البانيه علشان تثبّتي عليه طبقة البقسماط كويس، ده برضه بيكون سبب من ضمن الأسباب إن إحنا ما بنضغطش كويس على البانيه، فالطبقة بتفُك بسهولة. وبعد كده لمّا نطلّع البانيه من البقسماط ضروري إن إحنا نهزّه كويس علشان ينزّل أي زوايد من البقسماط من عليه، علشان الزوايد دي لمّا بتنزل معاكِ في الزيت بعد كده بتتحرق وبتخلّيه يكون مش حلو. كل كمية البانيه اللي معايا هاعمل فيها كده، وهاحطها على جنب. على جنب فين بقى؟ على جنب عندي هنا استخدمت رف من أرفف الdeep freezer اللي هو الأولاني اللي بيكون رف التلج أو رف الشوكولاتة، ممكن تستخدمي بداله صينية أو أي حاجة تكون شبه اللي أنتِ شايفاه ده. ممكن كمان تستخدمي علبة تلاجة، أهم حاجة بس إن أنتِ لمّا تيجي تحطي طبقات البانيه في العلبة تكون ما بين كل طبقة والتانية يكون في أكياس بلاستيك. أنا هنا حطيت طبقة من مفارش البلاستيك، ممكن تستخدمي أكياس التلاجة وتفتحيها وهارص عليها البانيه كده جنب بعضه، مش هالزقه ببعضه أبدًا، وهنضيف كمان أكياس من فوق القطع بتاعة البانيه ونكمل بقية الكمية. وبعد كده هاخد الرف ده على الفريزر وهاسيبه أطول فترة ممكنة، يعني ممكن نسيبه لحد ليلة. بعد كده لمّا تطلعيه من الفريزر هيبقى متلج زي ما أنتِ هتسمعي صوته كده، نخبط في بعض كده نعمل الصوت ده. وهنا البانيه بتاعي مش لازق في بعضه أبدًا، كل قطعة جمدت وهي منفصلة عن التانية. بعد كده بقى تاخدي البانيه وترصيه في كيس من أكياس التلاجة أو أكياس حفظ الطعام زي دي مثلًا، وهنا هتبقى كل واحدة مفصولة عن التانية. لمّا تيجي تطلعيها من الفريزر هتبقى مش لازقة ببعضها أبدًا، وهتبقى زي أكياس البانيه الجاهزة اللي بتشتريها بتاعة الشركات. دلوقتي بقى تعالي أقول لِك لمّا تيجي تطلعيه عشان تسويه هتسويه إزاي. في زيت سخن جدًا هتنزلي بقطعة البانيه وهي متلجة زي ما أنتِ شايفة كده، مش هنستناها تفُك أبدًا، وهتبدئي بعد ما تنزلي بيها تهدّي النار وتخلّي النار دي تكون وسط، هتكمّل تسويتها في النار المتوسطة دي، ومش هتقلبي الجنب اللي نزلت عليه أبدًا إلا لمّا يبدأ ياخد لون ويتماسك، ساعتها بقى تقلبيها على الجنب التاني. وآخر حاجة قبل ما تطلعيها بدقيقة هتعلّي النار علشان بس يطرد أي زوايد من الزيت ممكن يكون البانيه شربها.
وبس كده هيطلع معاكِ البانيه بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، بُصّوا الطبقة ثابتة إزاي، مهما حاولتِ إن أنتِ تفكيها بصباعِك أو بضوافرِك مش هتفُك معاكِ بسهولة أبدًا. بُصّوا هنا وإحنا بنقسم قطعة البانيه الطبقات بتاعتها لازقة ببعضها إزاي، الفراخ لازقة في طبقة البقسماط كأنها قطعة واحدة، ودي باقي كمية البانيه اللي عملتها ما فيش ولا واحدة منهم البانيه فَك من عليها خالص. جرّبي طريقتي وإن شاء الله هتعجبِك، يا رب تكوني استفدتِ، واحفظي الخطوات اللي قُلت لِك عليها كويس جدًا عشان تطلع معاكِ قطعة بانيه زي اللي شُفتيها دي. أنا سارة هلال، لو عجبِك الفيديو ده واستفدتِ منه يا ريت ما تنسيش تعملي لي لايك وتشجعيني وتعملي لي follow وتسيبي لي كومنت حلو، أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.